اهلين وسهلين باعز الناس اللي وصلوني لاول حلم من اصل 100 حلم انا راسمهم بعقلي على قناتي على اليوتيوب. شكرا لكل واحد ساهم انه نوصل لل1000 مشترك، وان شاء الله بيكافئني على اني اكافئكم على هذا المجهود اللي سويتوه معي ووصلتوني لل1000 مشترك. ومثل ما وصلنا لل1000 باذن الله قريبا راح نوصل لل10000 وبعد ال10000 ال100000 وبعد طغيان على قناه اليوتيوب. فيا صاحبي بهذا الفيديو جايب لك محتوى متنوع، راح نتكلم عن فكره في كره قدم اول مره راح تسمعها بحياتك، موضوع بحياتك ما راح تسمعه عند اي يوتيوبر ثاني يتكلم عنه، موضوع شيق، موضوع كاريزما في كرة القدم في اخر 5 مواسم، ريال مدريد ومبابي. والله شلون انا جايب لك حلقة دراما. ريال مدريد ومبابي لو نزلت حاليا بحثت في القناة راح تلاقي اكثر من 7 فيديوهات تتكلم عن ريال مدريد ومبابي. صار هذا جهاز عروسة، مش صار لاعب جاء على نادي ريال مدريد. بتعرفوا المشكلة الاكبر بحق المدريديين؟ اذا مبابي جدد هذا الموسم فعليا، شو وجهة بيريز وهو مسمي حاله القرش الصنديد المقاتل الفارس الشجاع المغوار الرجل قدام لاعب عمره 23 سنة او 25 سنة اسمه مبابي؟ قضية ريال مدريد ومبابي طالت، ولكن هي على وشك الانتهاء بشكل كامل. بحياتك بعد هذا الفيديو ما راح تسمع عن موضوع مبابي وموضوع نادي ريال مدريد على المعلومات اللي راح اقول لك اياها حاليا من نادي ريال مدريد ومن الصحفيين الموثوقين ومن بيئة مبابي بذات نفسها. فيا صاحبي انزل حاليا اضغط اللايك والاشتراك عشان نستمر مع بعض. وانا والله نفسي اني انزل لك فيديوهات يومية، بس فعليا معدل المشاهدات اللي قاعد بصير اخر فتره قاعد بيصيبني شويه احباط، يعني بسوي مجهود عظيم مع ذلك بلاقي 200 مشاهده 100 مشاهده فبيجيني احباط. فشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم عشان نستمر، وهات سهريتك وتعال مع بعض نتكلم من واحد لاخوه، قاعد نحكي مع بعض قصه وكاننا قاعدين مع بعض. Really, I was really proud to have my name next to the Real Madrid club and Real Madrid fans. But I understand the decision. It's normal. I don't have any reaction with it, just I understand. But they have to understand I chose to stay in my country. راح اتكلم لك عن 3 نقاط علاقة ريال مدريد بمبابي اللي بتربطهم مع بعض. بس قبل لا اتكلم لك عن هاي ال3 نقاط بدي اقول لك موضوع بسيط. هو حاليا تشكيلة نادي ريال مدريد بدها مبابي فعليا ولا لا؟ ومبابي ذات نفسه بده ريال مدريد ولا لا؟ هذا اللي راح يتحور عليه الفيديو تبعنا. فنبدا عند اول نقطه، لا كيليان مبابي مش لنادي ريال مدريد. كيليان مبابي بيبحث عن اسمه دائما بربطه بريال مدريد، سواء حب يجي في هذا الموسم على الريال ام لا. اقول لك ليش. كيليان مبابي الشيء الوحيد اللي بتشوفه فقط باسمه مربوط فيه في المنتخب الفرنسي. مع باريس انت ما بتعرف كم هدف بيسجل الموسم، ما بتعرف هو شو بيقدم طول الموسم او كم هدف بيسجل، بتستنى يا بدوري الابطال يا مع المنتخب الفرنسي، وقل ما وجدته بدوري الابطال بيطلع عن دور ال16 اصلا. فوجود اسمه مع نادي ريال مدريد بيخلي مبابي بالموهبه اللي عنده من ضمن الفرق الكبار، وانه لقدام اسمه لسه مذكور بالسوق. الامر اللي ربط مبابي مع ليفربول وربطه مع غيره من الانديه بس بربط اسمه بنادي ريال مدريد. كلياتنا بنعرف شو يعني الضخ الاعلامي على نادي ريال مدريد وعلى نادي برشلونه. اي لاعب حتى لو كان بيئته ميته لما بيرتبط اسمه بواحد من ناديين اكيد بدك تشوف عليه صيت اعلامي، فما بالك لما يكون موهبه مثل مبابي واللي اصلا بيريز شعل النار عليه بالصحافه الاسبانيه بربط اسمه بنادي ريال مدريد. وفضل نادي ريال مدريد مبابي صار مغمور بالاموال وبالعقود الرعايه بس بسبب ربط اسمه بنادي ريال مدريد، مش لكونه لاعب لباريس سان جيرمان. وهون اذا بدنا نذم واحد نذم بيريز انه عقد نادي باريس سان جيرمان على مبابي. السبب الثاني اللي انا بدي اتكلم لك عليه عن موضوع مبابي ونادي ريال مدريد. شوف انا قاعد بجيب لك الاسباب بسرعه ورا بعض لان انا حفظتهن اصلا من كثر ما بفكر بهذا الموضوع. بس صدقني بعد هاي المواضيع هاي اللي قاعد بتصير حاليا، اذا مبابي ما اجى هذا الموسم اكاد اجزم انه مبابي بحياتك ما راح تشوفه باسم نادي ريال مدريد لسببين. اول شيء عشان كرامه بيريز اللي صارت اصلا ممسوحه بالارض ورا لاعب اسمه كيليان مبابي. الشيء الثاني لانه مبابي خلص تجاوز العمر اللي نادي ريال مدريد بيبحث عنه. طيب السبب الثاني ورا نادي ريال مدريد وانه بيركض ورا كيليان مبابي. كيليان مبابي وريال مدريد كلهم بدهم الصيت الاعلامي اللي بيدور على النجوم، ولكن مبابي طمعته في هاي النقطه حصوله على الجوائز الفرديه مثل جائزه الكره الذهبيه. كثير شفنا مبابي بتروح للجوائز الكره الذهبيه لا بيطلع المركز الاول ولا بيطلع المركز الثاني. ليش؟ ارقامه مع نادي باريس سان جيرمان يعني ما بتساعده انه والله ياخذ جائزه افضل لاعب شارعهم. فيعني تشوفه بجائزه مثل جائزه الكره الذهبيه والله ليش محقق اهداف الدوري الفرنسي،
هو الدوري الفرنسي اصلا لسه من ضمن الفرق الكبار؟ لا. بس لما تشوفوا مثلا هداف دوري ابطال اوروبا مع نادي ريال مدريد، هداف الدوري الاسباني، والله اكثر من سدد على المرمى في العالم، اكثر من راوغ، الاحصائيات كلها بتبلش تتجارى اكثر واكثر، لانه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا دائما بتشوفه من التوب فور، ودائما في الدوري الاسباني يا المركز الاول يا المركز الثاني. اضمن مشروع حاليا لمبابي في وسط النجوم اللي موجوده حاليا عليه تريح لك الى انه فعليا مبابي راح يحصل على نجوميه فائقه اكثر ما حصل عليها نجمه جود بلينغهام وفينيسيوس. ولو احنا طلعنا اصلا على مركز ثاني، اوكي موجود جود بلينغهام هداف، موجود فينيسيوس، ولكن هناك ثغره في نادي ريال مدريد مش عارف يسدها، الا وهي ثغره الراس الحربه الاستي والجناح. ما في لاعب حاليا في نادي ريال مدريد بيعرف يقوم بوظائف راس الحربه بشكل مباشر. ثلاثه بيعوضوا هذا المركز، والثلاثه بيزبطوا 90% وبيفشلوا 10%. ولكن في نادي ريال مدريد ال 10% ممكن تحملك الموسم كامل، لانك انت مش فريق صغير. طمعته بالجوائز الفرديه لمبابي بتخليه دائما انه يترجح على انه يروح على نادي ريال مدريد. السبب الثالث اقول لك عليه لنادي ريال مدريد حاليا، واللي بدي اكد لك عليه قدوم مبابي على نادي ريال مدريد. صحفي مثل فابريزيو رومانو بيطلع بيتكلم انه نادي ريال مدريد جاد بعلاقته مع مبابي، وفي هناك محادثه بشكل مستمر مع كيليان مبابي. الشيء الرئيسي اللي بخليك تتاكد 100% انه فعليا مبابي لحد الان 90% قاعد بيفكر في بيئه نادي ريال مدريد، خصوصا بالمشروع البطيء اللي قاعد بيمر حاليا فيه نادي باريس سان جيرمان، واللي بدل لا يطلع عن الموسم الماضي خطوه لقدام ببناء المشروع اللي موجود حاليا، رجع لورا 5 خطوات. الفريق لحد الان ما صار منافس على دوري ابطال اوروبا مثل ما كان منافس الموسم الماضي. فالسبب الثالث اللي حاب اكد لك عليه انه قدوم مبابي، وغير انه تكلم اصلا عنه في فابريزيو رومانو، طلع يتكلموا عنه العديد من الصحافه المدريديه، واللي احنا دائما اصلا شفناهم عاطل على باطل، بيطلع بيقول لك تيك تاك ميك ماك، مثل ما فهمت يعني خلص يعني تورطنا مع لاعب اسمه مبابي. طب هو اصلا مبابي بيئته مع نادي ريال مدريد ناجحه، بيحتاج انه يجي نادي ريال مدريد، بيحتاج الاموال راح ياخذها في نادي ريال مدريد، والله راح ياخذها. طب ليش ما بده يجي يا ماجد؟ ليش هو لحد الان مبابي عنده نقطه ثغره ما بده يجي؟ انا بقول لك اياها. اعتبر مبابي حاليا الموسم الماضي اجى على نادي ريال مدريد او الموسم قبل الماضي، راتبه صار 30 مليون، عقود الرعايه صارت مثل ما هي والله 60 مليون او 100 مليون، ثبت كل على هذا المبدا. بينما هو حاليا بهاي المطاوله اللي سواها مع نادي ريال مدريد وباريس والمراوغات، مبابي حاليا موسميا قاعد بياخذ 100 مليون من نادي باريس، وغير عقود الرعايه اللي اصلا صارت توصل ل 300 مليون. الامر المادي اللي خلى مبابي انه يركز مع نادي باريس ومع نادي ريال مدريد الاثنين، وما يعطي لواحد امر ناهي. اعطيك دليل بسيط، امه لكيليان مبابي قالت اكيد انه الفلوس كانت هي امر رئيسي على مبابي، انه والله يقول لنادي ريال مدريد لا ويظل مع نادي باريس، ولو صح لنا مليار ما كنا راح نقول لا. طيب هاي الاسباب كلياتها اللي حكينا عنها انه مبابي يجي على نادي ريال مدريد. انا عندي باكد لك مبابي جاي ولا لا؟ لا مبابي جاي، ولكن بالصيف مش حاليا. واذا بدك القرار الرسمي اللي راح يحسمه مبابي مش راح يحسمه بالاسابيع، لانه مش قد التهجم اللي راح يصير عليه في فرنسا، خصوصا كونه لاعب بيلعب مع المنتخب الفرنسي في نفس المدينه اللي منها نادي باريس سان جيرمان او من نفس البلد. فاتوقع مبابي راح يطلع يصرح عن هذا الشيء مش هسه، ولكن بعد ما يطلعوا من دوري ابطال اوروبا، لما يقول لك يعني شوف انا صبرت عليكم ورفضت نادي ريال مدريد، نادي احلامي اللي صار لي 10 مواسم بيلحقني وانا بلحقه وبيبعث لي رسائل بالليل وانا نايم وبنام وانا شايف صور وبشغل اغاني حزينه وبيريز بيجي تحت شباكي بيرمي لي ورده عشان اني اضلني معاكم، بس انتم شو قدمتوا لي؟ كل موسم تطلعوا من الدور ال16 من دوري الابطال، كل موسم بتجيبوا لاعب وبتطلعوا لي لاعبين، كل موسم مدرب جديد، البيئه اللي حوالي مش مناسبه لي، انا طريقي مش هون، راح اروح على نادي ريال مدريد. ووقت الصيت الاعلامي راح يكون على مبابي اخف من حيث الضغط على مبابي، ولكن راح يكون الفرحه كبيره خصوصا من بيريز اللي راح يطلع فيها في صوره البطل. هذا كل شيء كان عن كيليان مبابي وكيليان مبابي ومبابي. ناس امنت مستقبلها واحنا قاعد نتكلم عن مبابي، ناس بنت مشاريع وصارت مليارديريه واحنا بعدنا عن موضوع مبابي ونادي ريال مدريد. يخرب بيتك، يا تعال يا جدد، لا تضلك صارحنا. قسما بالله صرت لما بدي اصور فيديو عن مبابي اقول شو بدي اسوي بهذا الفيديو، شو الفكره الجديده اللي بدي اطرحها، بروح بدور بمصادر كثيره عشان اجيب لكم سبب واحد يتكلم فيه عن مبابي ونادي ريال مدريد. حرفيا عقدني معاكم مثل ما انا متعقد، ولكن اكد لك والعلم عند الله انه 99.9 مبابي بنادي ريال مدريد في الموسم القادم. واشهد على كلامي خصوصا انه المشروع اللي قاعد بيقدمه نادي ريال مدريد حاليا والملعب والتطويرات كلها بتيح لك لمبابي انه يكون النجم الاول لنادي ريال مدريد، وانه يجي عليهم. ومش بس هيك، غير الصيت الاعلامي اللي راح يصيت عليه والفلوس الكثيره اللي راح ياخذها سواء هو او مدير اعماله ويكشكش نفسه. فيا صاحبي هذا كل شيء كان معنا عن مبابي ونادي ريال مدريد، وان شاء الله يكون هذا اخر فيديو. الفيديو الجاي نكون قلنا انه رسميا مبابي لنادي ريال مدريد. شكرا دائما على دعمكم يا اساطير. ختاميا لا تنسى تشير هذا الفيديو لاصحابك وتنشره على مواقع التواصل ما بينك وبين اصحابك على اي شيء انت بتحبه. ختاميا كان معك اخوكم ماجد، لا تنسانا باللايك مره ثانيه، والسلام عليكم.